في الحياة هناك أنواع من البشر، في الطيب والراقي والمحترم والمثقف، وفي البخيل والشكاك وسيء الظن والحاقد والكاره، وفي نوع اسمه الاستغلالي. هذا النوع ذكي لكنه من أسوأ أنواع البشر، نوع مهما تعبت عشانه وقدمت لهم وضحيت كرمالهم رح يوصلون لك شعور إنه هذا واجب عليك، نوع ممكن تعطيه من روحك ومالك ووقتك وإبداعك، وبالنهاية رح يخلوك تشعر إنه هم المتفضلين عليك. نوع رح تلاقي نفسك معاه مستنزف وبدون أي تقدير مهما عملت، ووقت اللي ما عاد فيك تقدم شيء رح تطلع أنت الغلط وأنت السبب وأنت الناقص وهم الكاملين. هذا النوع ابعد عنه مهما. الله يجيرنا منهم. سلام حبيباتي، نتمنى ما يدخل عليكم هذا الفيديو لقاكم بألف خير. اليوم جيت وجبت لكم هذه الحياة الحلوة، الحاجة الحلوة الله يحلي اياماتكم. جبت لكم هذا البريوش ولا لامونا الفارسي بكريمة هايلة بنينة، والعجينة ما عندي ما نقول عليها، قطنية وتجي هايلة كذلك. تحضريها في رمضان للسحور، ولا تحضريها كذلك لسائر الايام لوليداتك. قبل ما نبداو الفيديو نقولوا بسم الله توكلنا عليك يا ربي، ونصلوا ونسلموا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا في الباسينه تاعي في الغيسيبيون وضعت ملعقه كبيره من الخميره الفوريه، وزدت لها خميره العجين، وزدت لها ملعقه كبيره من السكر، ضفت لها هنا ملعقتين كبار من الفارينه. راح نحضروا اللوفان. هذا اللوفان تجي به العجينه شابه. ضفت لها هنايا كاس كذلك من الحليب الدافي، تقدري ديري كاس ماء، تقدري ديري مزيج بين الماء والحليب الا ما كاش عندك، المهم الجود بالموجود اللي عندك ديري به وتخرج هايله. راح نخلط كل المكونات ومن بعد مليح، ومن بعد نغطي عليها ونخليها تختمر، غير تفاعل لمده 10 حتى 15 دقيقه. بعد ما تفاعلت الخميره، لاحظوا اللوفان هذا ضفت له ملعقه كبيره من الفاني، زدت له حبه بيض، وكذلك راح نضيف له بياض بيضاء، والصفار نحتفظ به باه ندهن به الوجه تاع لامونات تاعي. هنا راح نضيف زاز دورانج، ما عندكش ما ديريش، الى عندك زاز سيترون تقدري تضيفيه. المهم وتقدري تكتفي كذلك غير بلافاني، هذا مكان. انا ضفت 5 ملاعق كبيره من السكر، وكذلك نخلط كل المكونات، وبعدها راح نضيف لها كذلك 5 ملاعق كبيره من الزيت، ونخلط كل المكونات. وهنا كذلك راح نضيف لها كيس من الخميره الكيميائيه وزنها 10 غرام، ونضيف لها كذلك نضيف عليها ملعقه كبيره من الخل، وتقدري ديري جوج سيترون كذلك تجي شابه. هذا الخل الدور تاعه يلعب دور محسن. هنا عندي وضعت ملعقه صغيره من الملح باه ما تجيش صامته لامونات تاعي، وبديت نضيف خلط كل المكونات، وبديت نضيف في الفرينه بالتدريج. وهنا لاحظي واش راني ندير، راني نخلط بالفوي او ميم طون، راني نخبط في داك لاباري تاعي، ماشي غير نخلط وخلاص نكتفي به، لكن انا راح نخلط ونضرب او ميم طون باه يغنيني عن الدلك. هاد اللامونه ولا هاد البريوش بدون تعب بدون جهد، المهم راح يجيك هايل، النتيجه هايله. هنا راح نضيف الفرينه استغنيت عن الفوي، وراني نضيفها بيدي، نخلطها بيدي عفوا، او ميم طون راني نخبط فيها. لاحظي كما قلت لك هاد الخبيط راح يغنيني عن الدلك. راح نضيف الفرينه حتى نتحصل على عجينه الطريه، لكن تتلصق شويه في اليد، ما تنشفيهاش. دائما المعجنات كيما الخبز ولا هاد البريوش ولا لامونات دائما خليها تلصق العجينه في اليد لكي تحصلي على نتيجه هايله. المهم بعد ما خمرت لي المره الاولى، راني ضفت لها هنايا ملعقه كبيره من الزبده الطريه. بدا شحاره المطبخ، راني انا حطيت العجينه تاعي فوق البلون طرافاي، وراني ندخل في ديك الزبده. في الديبي راح تبان لك باللي العجين تاعك صاي خسر ما نطلق، المهم كاع الحواس يشوفك باللي صاي راح لك داك العجين تاعك وخسر. لا ما خسرلكش، غير دخلي ديك الزبده مليح وراح تلم لك العجينه، وراح لاحظي هنا كيف راها تلصق في البلون طرافاي نورمال عادي. راح ديك الزبده راح تلمها وراح تولي ليس وتولي شابه ديك لاباط. المهم غير لميها غير بشويه ودخلي ديك الزبده في العجين حتى تحصلي على عجينه تكون طريه وليس وشابه.
هنا بعد ما لميتها كامل لاحظي انا لمت داك العجين اللي كان لاصق في البلون طرافاي عادي. لاحظي هنايا ما بداتش تلصق لي، خلاص الزبده ديك دخلت في العجين. راح نرجعها في الباسينه. لاحظي لاباط اللي تحصلت عليها هايله 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 روعه، الله يبارك ما شاء الله. تبعي هاد الطريقه وراح تنجحي في البريوش تاعك ولا اللامونه تاعك. المهم هنايا راني وضعتها هنا عاود رجعتها في الباسينه، نغطيها ونخليها تختمر للمره الثانيه. وهنا بعد ما شفتها اختمرت وضاعف الحجم تاعها اضعاف 3 اضعاف، خليتها اختمرت دات وقتها. هنا راني ديغازيتها وحطيتها فوق البلان طرافاي، وراني نقطع فيها الى كويرات ونوزن فيها او ميم طون. تقدري ديري عينك هي ميزانك، لكن انا نبغي كل حبات يجوني كيف وديريهم وزن بين 80 حتى 90 غرام وكوريهم بهذه الطريقه. الفيديو راه موضح نفسه. ومن بعد نبدا بالحبه اللي ارتحت هي الاولى، نبدا نحلها نرش بلون طرافاي غير شويه بالفرينه باش ما نشفش لاباط تاعي، ونحلها على شكل بيضاوي ونروليها. وتقدري تخليها خبيزات عاديه، المهم انتيا تبقى عندك الان. انا عطيتك الفكره وانتيا تبقى عندك. هنا راني نرولي فيها على حسب على شكل دي ميني باغيت بهذه الطريقه. نحل على شكل بيضاوي طولي ومن بعد نروليها ونوضعهم في السنيف فيه بابي كويسون، ولا تقدري ديري غير تدهنيه بالدهان ولا بالزيت وترشيه بالفرينه. هنا نخليهم يختمروا ويضاعف الحجم تاعهم، نغطيهم نخليهم يختمروا ويضاعف الحجم تاعهم. وفي هذه الاثناء راني شاعله على الكوش على درجه حراره 200 حتى 220 230. المهم تكون درجه حراره الفرن مرتفعه، لان المخبوزات يبغوا يطيبوا في درجه حراره فرن مرتفعه. انا حكمت داك وضعت الكرياج فوق الوسط، حكمت داك الجون دوف ضفت له لافاني القليل من القهوه. تقدري ديري نسكافيه ولا تقدري ديري كيما موالف ديري لا دوغور اللي معتمدتها في كوزينتك. المهم هنايا انا عطيتك الفكره وانتي ديري كيما باش تحصلي على داك اللون الاحمر الشباب. هنا راح ونعطيك نصيحه كذلك، من تقعدي تدهني فيهم بلا دوغور ما تضغطيش عليهم مهما يخرجلهمش الخمور، غير بشويه وبالعقل عليك. دخليها طيب وبعدها راح نروحوا للخطوه الثانيه. والكريمه اللي راح نحضروها اليوم فيها كاس ماء، كاس حليب، 3 ملاعق كبيره من النشا، وكذلك عندي ملعقه كبيره من الشانتيي، وعندي ملعقتين حتى 3 تاع السكر، وكذلك ملعقه صغيره من الفاني. وهنا ضفت ملعقه صغيره من الفرينه باش تعطيني قوام كريمي. السكر تقدري تتحكمي فيه كيما تبغي الحلاوه اكثر ولا اقل، المهم هاد العباره راح تجيك نيشان. هنا ضفت داك الكاس الحليب. وهنا هاد الكريمه نورمالمون نديروها غير بالماء، كريمه اقتصاديه وكريمه المحلات يديروها غير بالماء، لكن انا زدت فيها داك الكاس الحليب بما انه راني دايرتها للدار. انتيا كي باغا ديريها مشروع ولا المحلات ديريها غير بالماء. هنا ضفت كل المكونات اللي ذكرتها من قبل، وراح وضعتها خلط ووضعتها فوق النار حتى تقل معايا الخليط. وتحصلت على هذه الكريمه. ضفت لها هنايا وهي سخونه، ضفت لها ملعقه كبيره من الماكسون، تقدري تروحي حتى 2 ملاعق كبيره على حسب اللي عندك. وكذلك تقدري تضيفي الشوكولا الا عندك مينا ولا اي نوع من الشوكولا. ما عندكش شوكولا طالع تقدري تضيفيها، ولا تقدري تستغني على هذه الخطوه وديريها غوفاني وخلاص. هنا ضفتها مادام هي سخونه وراح نخلط بالفوي حتى تجانس معايا الكريمه. راح نغطيها او كونتاكت وخليها تبرد. هذه هي الليمونه بعد ما طابت. لاحظي اللون تاعها كي راه شباب شباب شباب، الله يبارك ما شاء الله. والقوام تاعها انا نضغط عليها وهي ترجع، يعني راها ناجحه 100%. تبعي كل خطوات اللي قلتهم لك، كل النصائح وراح تنجحي فيها باذن الله. غير ديري النيه وتبعي اختك وراح تنجحي. المهم هنا راح بعد ما تبرد لي الليمونه خلوها تبرد بها طريقه تقطعيها اون دو، تقسميها اون دو. وراح وضعت الكريمه في لابوشادو وراح نزين فيها بهذه الطريقه. هنا لاحظي درتها دي غوصاص، درت كيما تبغي ديري. الكريمه الزائده مسحيها. كذلك هنايا تقدري
بلا ما تستعملي لا بوشادو ما عندكش، تقدري غير بالملعقه تعمري تفوري دوك الحبيبات تاع البريوش. لاحظي طريقه سهله هي لا بوشادو تسهل عليك الامور. هذا مكان، وكما قلت لك الا ما عندكش تقدري ديريها غير بالملعقه. هنا نوري لخواتاتي اللي ما عندهمش، غير بالملعقه وتعمريها. حاجه سهله مهله. هذه هي، وهاد الكريمه تخرج بنينه. انا هنا بعد ما بردت لي ضربتها بالباتور، نسيت باش نقول لكم هذه النقطه. المهم هنايا حكمت هاد الناباج ولا لا جوليت. هي ما عندكش ديري، تقدري تستغنى على هاد الخطوه، ولا تقدري ديري شويه كونفيتور من الفوق. ندهن سطح كل الحبات غير باه يلصق لي هاد الكاوكاو ايفيلي المحمص اللي درته من الفوق. انتيا ما عندكش هاد الكاوكاو ايفيلي، تقدري ديري كاوكاو مطحون، ولا تقدري الاستغناء كذلك عن الخطوه وديري ديريكتومون السكر كلاص. انا عندي وضعت في الصفايه القليل من السكر كلاص، وراح نرشه كامل على هاد الوجه تاع الحبات تاع البريوش ولا لامونا. المهم طريقه كما كتلاحظي كل مراحل راهي بسيطه وسهله، غير تبعي الخطوات وراح تنجحي فيه. انا راح نكمل التزيين. هاد الصفايه عينيها صغار، جاني ديفيسيلمون باش فات داك السكر، لكن فات. المهم راني وريت لك هنا الخطوات اللي ديريهم، وانتيا ابدعي في مطبخك. هنا كان عندي دي شوكولا درتها في لابوشادو ذوبته وعملت خطوط من الشوكولا. هذه هي. راح نكمل كل الكميه اللي بقات لي ونشوفوا الوصفه حاضره في صحن التقديم. بريوش المحلات صنع منزلي بعجينه قطنيه هشه خفيفه وكريمه اقتصاديه، كريمه المحلات. تبعي كل الخطوات وراح تنجحي فيها، وراح تذوقي داك الذوق اللي نذوقوه من نشرو لامونا تاع المحلات. ناجحه 100%. تبعي كل الخطوات وباذن الله راح تنجحي فيها وتعتمديها في مطبخك. اذا عجبك فيديو اليوم ما تنساش دعمي باللايك والاشتراك في القناه، تفعيل الجرس يوصلكم كل جديد، ومشاركه الفيديو مع اهلكم واحبابكم لتعم الفائده. خليتكم في امان الله وحفظه، تبقوا على خير.